الحكم الكونغولي جان جاك ندالا حكم مباراة المغرب والسنغال يكشف الحقيقة بعد المباراة ويحسم الجدل في هدف السنغال الملغي في المباراة، ولكن فضلا تابعوا الفيديو للنهاية لأن تصريحات الحكم ستدهشكم. ذكرت تقارير صحفية كونغولية بالأمس أن الحكم الكونغولي حكم مباراة المغرب والسنغال بمداخلة هاتفية مع إحدى البرامج الكونغولية الرياضية، ودافع الحكم عن نفسه وقال: كل احترام للمنتخب السنغالي، ليس بيني وبينه أي عداوة لكي أظلمهم في المباراة. قمت بإلغاء الهدف للسنغال بعد أن رأيت دفعة قوية من لاعب السنغال تجاه اللاعب المغربي. ربما قد أخطأت في قراري بإلغاء الهدف بعد حديث البعض بأن اللاعب المغربي قام بدفع لاعب السنغال قبل أن يدفعه لاعب السنغال. وأيضا سأتحدث عن ركلة جزاء المغرب في الثواني الأخيرة من المباراة. لم أتردد في قراري باحتسابها ركلة جزاء، فهي ركلة جزاء صحيحة بعد أن قام اللاعب السنغالي بجذب اللاعب المغربي من كتفه وإسقاطه أرضا.